اليوم تحكي بين على فترة بين 2010 و 2015 اسمها 5 سنين في حياة ثور ديمقراطي كارنيفور. حدثنا جون دو لافونتين عن ابن المقفع عن الحكيم بيدبة عن إيزوب اليوناني فقال يحكيوا على بلاد كي هالبلاد شدها الحس تحت حس مس وحد ما شافها حبلة، ونهار من نهارات ربي على البكور طلقت طلقة وجابت ثور. الثور شباب وحوافره ذهب وحاجبه مقرون، أما أصلع ما عندوش قرون. فما شكون شافوا أبيض جير، وفما شكون شافوا أصفر لونه فاقع، وثم اللي شافوا أحمر وقالوا فيما قالوا لازم في طقس التطهر من نجاسة الموتى. ناس أخرين قالوا ثور ولد من وجيعة العصر الجاموسي السابق، ولازمنا نبجلوه ونجلوه كان زمن قدسوه برعاية الرب كريشنا كما في الشريعة الهندوسية. الحسيلو خاضت البلاد وشاشت العباد وعمت الزغاريد، فرقوا الحلوى والزرير والروزاتا والملبس وحرموا الهرقمة، وتقامت الولايم في كل بر. بالجمله صفق علينا سبونسور اوفيسيال نتاع الديمقراطيه في العالم، وحزدونا اهالي المزارع القريبه والبعيده، عداونا في القنوات بكل اللغات وبلغه الاشاره. والثور يدور في الافينيو يقيد في الاحوال، والناس تشيد فرحانه زايطه ويكسر خيل كل من جا وهنا، وحتى اللي ما جاش بعث بريه مزينه بالياسمين مذيله بالعقبلينا. الثور المقدس ما عجبتوش الدنيا وعد يبدل وبدل، اللي كان مواطن ولا مواطن، المناضل ولا مو ناضل، والمثقف ولا مو مثقف. حتى عملوا مسابقه في الوطنيه جايزتها بلا نمرو 2. ابدا كبر الثور، عمل قرون، بدا الخوار في الليل والنهار، وحتى نهار الاربعاء في المنابر والمحطات تحت عين الماشي والجاي. وبالذمله عملوا اليوم الوطني للخوار شومي بي، فما اللي عجبوا الصوت وفما اللي استنكروا. جارنا قاري البرة حبر مقال قمقوم في جريدة ورقية صفراء لونها فاقع، سماه في جواز الخوار وقت الأذان تحت قبة البرلمان. حد آخر من جهة المحمدية قاري الداخل أما مادة راسه للخارج، حتى هو كتب مقال آخر في جريدة إلكترونية سماه رسالة إلى ثور رفيق. مرجو حديثنا لك الثور اللي ما عجبوش النقد اللي صار له لصوته، خاصة بعد ما عايروه جماعة الفرقة الوطنية بقيادة محمد الأسود بالنشاز، قرر يدخل لكلوب دو شان تحت إدارة زياد غرسة. من وقتها ولا الخوار في مقام النهون ومحير السيكا والإصبعين، وساعة ساعة يصحفنا بعد الأخبار والأحوال الجوية بفصيل ملوف ثوري يرد الروح يأكد على الهوية البقرية للأمة. ناس أخرين قالوا له بعد الغناء لازمك تثقف روحك، ما يجيش مش مسموح، احنا حاجتنا بثور عضوي عليك بجرامشي. وناس جابوا له احياء علوم الدين للغزالي، اخرين نصحوه بالامير المكيافيلي، واحد من تالا صاحبه من تالا اللي عندهم قرابه دمويه فكريه جاب له بيان تلبيس الجاموسيه. ناس جاتوا من يمين الحافر وناس من يسار الحافر وناس من الوسط، ناس ركبت وناس رغبت وناس محضره البادن واللصطله والمكاتب، واللي ما عندوش حال الفمو يستنى في حليب الثور وحلبوه. دخلت الامور على الثور شاشيه وبرطله جبه وسموكينج، من فلاديمير ابن تيميه لابو حامد انجلز للشيخ ابو عياض بن عاشور لابو يعرف فوكوياما، وبدا يهز ويثبت. نهار بعد الاخبار والاحوال الجويه وسيتكم شوف لي حل، عدوا لنا دوكيومنتير على ثورنا العزيز اللي قرر بعد نقاشات مطوله ومضنيه مع جماعته اصحاب نظريه الديمقراطيه البقريه وما بعد الحداثه انه يعمل مراجعات فكريه عميقه، ويقرر انه يكون باذن الله تعالى اول ثور كارنيفور في العالم. الذكرى الخامسة لميلاد ثورنا الديمقراطي الكارنيفور قرر أنه يصدر فكره البقري الخلاق للمزارع الشقيقة والصديقة، ويكون لجنة علمية مختصة في دراسة علم ما بعد الخوار يشرفوا عليها زوز من الناس من قصيبة المديوني. واحتفالا بالذكرى الخامسة قرر ثورنا الديمقراطي الكارنيفور يجيب ذكرى محمد بتقليد الأولوغرام في المسلخ البلدي والتكري بلاش. أول نهار بعد الذكرى الخامسة لبوا عرق بيرن وحس بتنميل في حوافره، جروا به لمساحة بيطرية عريقة في برج العامري. قلب عليه الفيتيرينير 6 ايام وبعد سأل الناس سامحوني وقتاش تاريخ ميلاده واسم بوه وامه، شاشوا وخاضوا ما عرفوش ايش يقولوا. مراه كبيره قالت له يا وليدي كان من الام وقيل نعرفوها، وكانت من البو ما يعرفوا حد. وتاريخ الميلاد ناس يقولوا 17 وناس يقولوا 14، انما الثابت الحس بدا نهار 17 وطول مع امه حتى لنهار 17 ولا 14. ضحك الطبيب وقال لهم وشكون قال لكم ثور؟ قالوا له مالك كيفاش هو بقرونه. عاود ضحك الطبيب وقال لهم يا ذنوب يكون ثور، وقيل عدوه عليكم. الكائن اللي جبته لي يا ثور ذكاء اصطناعي يا سوزي. وحتى نلقاو حل في انتظار تاكد جينيا من هويه الثور الديمقراطي، نخليكم مع حلقه اخرى من سلسله شوف لي حل. لا برافو برافو يونس.